أنواع عمليات. أنا عايز أبلغ عن مرض جديد ظاهر وهيقضي على البشرية. ولا مشاريع بقى هلبية فكك. لا ما بهزرش يا سعيد، مش كل مرة هزار يا سعيد. المرة اللي فاتت كنت ببلغ فعلا عن مرض وأنت لبست السكة في وشي وكنت سبب في اللي الكورة تنتشر. انا برضه يعني مش انت اللي بتقلش وبتستخف دمك. يعني عادي أنا سعيد، مرض بقى منتشر وكده، ما لازم أهدي الأمور وأهزر يا سعيد فيها يا سعيد. طب وده هزار اللي انت قلته ده؟ ساعتها أنا قلت كورونا مانجا، زي كرتونة مانجا يعني. طب بذمتك ده يرضي مين طيب؟ لا ما هو ده ساعتها أنا بتكلم بحاجة بجد مش بهزر. خير. في فيروس خطير منتشر وعايز أبلغك عنه. فيروس ايه؟ فيروس أناناس. سعيد سعيد. ألو. أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد الدولي للمرة الثانية خلال عامين بعد تفشي المرض في دول عدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في جوكر العلوم. أنا محمد سيد ودي حلقة جديدة ويلا بينا. وقصتنا بتبدأ سنة 1958 تحديدا في منطقة كوبنهاج في الدنمارك في مختبر البحوث، لما العلماء ساعتها لاحظوا حاجة غريبة. لما كانوا جايبين شوية قرود عشان يعملوا عليها شوية أبحاث، فلاحظوا إن في فيروس منتشر ما بينهم، والفيروس ده فيروس جلدي. ومن خلال الأعراض اللي اكتشفوها عرفوا إن الفيروس ده بينتشر بسرعة بين القرود، وساعتها سموا المرض ده امبوكس، ده اختصار لمونكي بوكس او الاسم المشهور ليه جود القرد. وساعتها العلماء في المختبر كتبوا على الموضوع ده خالص، اللي اتضح لهم ان ده فيروس خطير وانه بينتشر بسرعه، لحد ما وصلنا سنه 1970 لحد ما اتسجلت اول حاله اصابه، وساعتها مش من الحيوانات، كان في البني ادمين. وكان صاحب التسجيل ده طفل عنده 9 سنين لما اصيب بالفيروس، وتاكدوا ان هم عنده الفيروس اللي كان عند القرود ده اللي هو جدر القرده. ولان لحسن الحظ اللي اتصاب بالفيروس ده ما كانش في المنطقه الاوروبيه اللي هم لما بيظهر فيهم مرض بيعالجوها، ساعتها عدوا الموضوع وكأن ما حصلش حاجه. وفي سنه 1981 لحد 1986 اتسجلت اكتر من 300 حاله اصابه بالفيروس، وده في الكونغو الديمقراطيه بس، وده نتيجة لأن هم كانوا بيختلطوا بالقرود كتير شوية. والحاجة اللي زادت خطورة وزادت انتشار المرض إن المرض ده اتنقل ما بين الحيوانات، وبالذات الفئران والسناجب، والحاجات دي كانت منتشرة جدا في البيوت الكونغولية. مش عارف أنا، ناس تطبخ لنا خفافيش وتجيب لنا كورونا، والناس التانية تطبخ لنا سجانب وتجيب لنا برد القردة. ربنا يرحمنا. وساعتها بقى اتعاملوا معاه بجدية شوية، وده مش عشان خاطر عيالهم ولا حاجة، ده عشان خاطر المرض ما ينتشرش بره الكونغو الديمقراطية، وعملوا له مصل. واغلب المناطق اللي كان منتشر فيها المرض ده كانوا بياخدوا المصل عشان المرض ما ينتشرش ما بينهم اكتر من كده، لحد ما الامور استقرت شويه والدنيا هدت خالص. وساعتها بقى رجعوا تاني يستوردوا منهم حيوانات، لان في الثمانينات كانت تجاره الحيوانات دي كانت واقفه شويه، ولكن مع المصل والحاجات اللي كانوا بياخدوهم والتطعيمات فرجعوا تاني عمليه استيراد الحيوانات منهم. من سوء الحظ ان الفيروس ساعتها كان بيتحور وكان بيضرب المناعه للناس اللي كانوا واخدين التطعيمات من الفيروس ده، لحد ما يوصل الفيروس لأوروبا. ولما يوصل حاجة لأوروبا اعرف إن الفيروس بقى خطير خلاص. أفريقيا دي ملاش عادي، لو انتشر فيها مرض محدش هيتكلم، لكن طول ما الفيروس وصل أوروبا فهو فيروس وباء عالمي خلاص. بالتحديد في ولاية تكساس الأمريكية، لما كان في واحد صاحب محل حيوانات كده استورد شوية فئران من غانا، وشوية فئران اللوز كانوا كلهم عندهم المرض. صادفوا بقى إن المرض ده اتنشر ما بين كل الحيوانات اللي موجودة في الدكان. وتبدأ تبان المشكلة لما في مايو سنة 2003 لما كلب اتباع بالمحل ده عض عيل صغير، والعيل ده كان أول حالة تتسجل في أمريكا بفيروس جود القرد. لحد يونيو 2003 كانت سجلت أكتر من 71 حالة إصابة بالفيروس. طبعا هتقولي يا عم الكلام ده كلام قديم، احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي. منظمة الصحة العالمية دلوقتي أكدت إن المرض ده ممكن ينتشر وممكن يعمل وباء عالمي ونرجع تاني زي جائحة كورونا ولا ايه؟ خليني اقول لك ان السبب بيرجع لسنة 2020 في الكونغو الديمقراطية تاني، والكلام ده في سبتمبر 2020 لما اتأكدت ان في حوالي 4600 حالة اصيبوا بالفيروس ده، ومنهم 71 حالة وفاة، والكلام ده معدل وفاة 3.7%، وده معدل كبير شوية عن اللي كان بيحصل قبل كده.
طب خد الانيل بقى، من سنة 2022 سنة 2023 اتشخصت حوالي 93,000 حالة بالفيروس ده و93,000 وكسور. طب الكلام ده كان في الكونغو؟ لا، الكلام ده كان حوالين العالم كله، وده اللي خلى منظمة الصحة العالمية تعلن ان في تفشي لوباء عالمي، وان المرض ده خطير وبينتشر بسرعة زي جائحة كورونا كده بالظبط. لحد اللحظة دي في الفيديو اللي بيتصور قدامك حاليا المرض منتشر في اكتر من دول. من ضمن الدول دي طبعا اول حاجه الكونغو الديمقراطيه وكونغو برازافيل واوغندا وكينيا وباكستان، ومؤخرا اكتشفوا حالات ياما قوي في السويد. يعني كده المرض انتشر مش في اوغندا بس، لا المرض بينتشر حوالين العالم كله. فكده جائحه جديده وده مرض خطير، وده السبب اللي خلى منظمه الصحه العالميه تعلن عن حاله طوارئ عالميه بسبب المرض ده وبسبب تفشي الفيروس ده. فيلا بينا بقى اقول لك على اعراضه واقول لك على شويه حاجات عشان تحمي نفسك من الفيروس ده. اول حاجه لازم تعرفها ان الفيروس ده من عائله الجدري، وطبعا كلنا عارفين الجدري المائي اللي جالنا واحنا صغيرين، تقريبا كلنا شفناه او كلنا جالنا واحنا صغيرين. فالفيروس ده من العائله دي. خليني اقول لك ازاي الانسان بيتصاب بالفيروس ده. واول حاجه عن طريق الحيوان الحامل للفيروس، عن طريق التعامل المباشر معاه، وان هو لو خدشك او عورك فبيتنقل المرض منه ليك. عن طريق ان انت لو بتصطاد حيوانات حامله اصلا للفيروس وبتسلق دمها او بتصطادها او بتتعامل معاها مباشره او بيجي من عندها رصاص او اي حاجه عليك، فده معرض ان انت تتنقل لك الفيروس. طيب انا الحمد لله ما بتعاملش مع حيوانات، لا ما هو المرض ده ممكن ينتشر من الانسان للانسان عادي جدا، وده عن طريق حاجات كتير قوي، عن طريق التلامس وعن طريق البوس والاتصال الجنسي. فاي حاجه ممكن المرض ده يخش جسمك. المرض ده بيستنى ثروه صغيره او اي حاجه عشان يتنقل للانسان التاني. ابسط حاجه ممكن يتنقل لك بقى المرض ده اللي انت لو وطيت عشان توشش مثلا زميلك ونفسك جاي عند نفسه، فانت المرض ممكن يتنقل لك. زي ما بقول لك المرض ده بيحتاج ثروه صغيره عشان يخش لك، وده عن طريق الجهاز الهضمي، عن طريق البق، وعن طريق التنفس، عن طريق المناخير، وعن طريق الاتصال الجنسي، عن طريق الشؤون اللي تبقى موجوده في ايدك. اي حاجه ممكن ان انت تختلط او تلامس اللي عنده المرض ده ممكن يتنقل لك المرض. الخطوره بقى اللي انت ممكن يكون حامل للفيروس وما يبانش عليك اي اعراض، وممكن الاعراض دي تظهر في حوالي من اسبوع لاسبوعين. كل ده انت حامل للمرض وما تعرفش ومش باين عليك اي اعراض خالص، واعراضه مختلفه من الشخص للتاني، ولكن في اعراض متشابهه في كله. واولها درجه الحراره بتبقى عاليه جدا، بتوصل لدرجه الحمى والاختناق وعدم الشعور اللي انت مرتاح في التنفس والم العضلات. وطبعا اشهر حاجه مشهوره واللي احنا كلنا عارفينه اللي هو المرض الجلدي اللي هو اصلا بيظهر على الجلد، والكلام ده بيبدا بالبطن والظهر والايد والوش وممكن يوصل للاعضاء التناسليه. المرض الجلدي اللي بيظهر بيبقى عن طريق بثور بتتملى بالسائل كده وبتنتشر بسرعه كبيره جدا في الجسم كله. منظمه الصحه العالميه اكدت ان الاعراض دي مش بتظهر على كله، لان في سنه 2023 في ناس اتشخصت بجدر القرود وما ظهرش عليها اي اعراض، يعني ما عندهاش اي حاجه بس هي حامله للفيروس. ولكن على الجانب الاخر في ناس ظهرت لهم اعراض ومضاعفات خطيره جدا اكتر من اللي قلت لك عليهم. وكان من ضمن الحاجات دي الالتهاب الرئوي وانتشار الخلايا بطريقه غير طبيعيه في الجسم. طبعا كلنا عارفين الخبراء في اشخاص وصل الفيروس لقرنيه العين وفقدوا بصرهم، عافانا الله وعافاكم. ولكن منظمه الصحه العالميه اكدت ان الناس حصل لهم المضاعفات دي هم ناس مناعتهم ضعيفه، وده بيرجع لايه؟ للمضادات الحيوي. وطبعا الامهات في مصر طبعا اي حد يحصل لهم اي حاجه من العيال مضاد حيوي. المضاد الحيوي ده بيعالج بكتيريا، انما الفيروسات دي بتتعالج بعلاج تاني خالص بمضادات، بس مش مضادات حيوي، مضادات تانية خالص. فمش اي حاجه ناخد مضاد حيوي. طب احنا نقلق بقى ونخاف ولا ايه؟ اقول لك هو مش قوي، لان منظمه الصحه العالميه اكدت ان في مصر وفي لقاحات ياما قوي بتخلي المرض ده ما يجيلكش. وعلى كلام المنظمه الصحه العالميه اكدت ان منظمه الصحه المصريه عندها اللقاح ده وانه موجود في مصر وممكن تروح تاخده. طب امتى بقى تاخد اللقاح ده؟ تاخد اللقاح اللي انت لو اتاكدت ان انت اتعاملت مع شخص عنده الفيروس ده، او انت اصلا قاعد في دوله او قاعد في منطقه منتشر فيها الفيروس بتاع جدري القرده. اما بالنسبه للوقايه بتاعته فالوقايه بتاعته انت عارفها كويس جدا، لان الوقايه بتاعته هي نفس الوقايه بتاعت فيروس كورونا، هو انك تلبس كمامه وتستخدم الكحول وتبعد عن اي شخص، ما تعملش مع شخص من قريب. هو كل حاجه انت عارفها عن فيروس كورونا هتعملها في الفيروس ده، هو انك تبعد عن الاشخاص المصابين بالفيروس وانك ما تتعاملش معاهم خالص. طب دلوقتي لو واحد اتصاب بالفيروس هياخد علاج ايه او هيعمل ايه؟ لا خليني اقول لك ان الاصابه بالفيروس ملوش علاج خالص، هو بيقعد في البيت وبيعزل نفسه نهائي عن ان هو يتعامل مع اي شخص
ويتعامل معاملة الحاج. لو هي أعراض سخونية أو أي حاجة بياخد الأدوية بتاعة السخونية، ما بياخدش مضادات حيوي خالص، بياخد الأدوية اللي هو بيشتكي منها. يعني لو عنده سخونية، لو عنده احتقان، لو عنده أي أعراض لها علاج بياخدها عادي جدا. ولكن لو ما عندوش أي أوجاع أو أي حاجة تحق اللي هو ياخد له علاج، فهو هيعزل نفسه ومش هياخد علاج خالص، هيهتم بأكله والمرض هيروح لوحده. وبكده نكون وصلنا للنهاية وختام الحكاية. ولو عجبتك الحلقة تستعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. لو عايز تبص على المصادر هتلاقيها موجودة تحت في الديسكريبشن. وبس كده، كان معاكم محمد سيد. سلام.